السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا بينا نعمل أحلى شيش طاووق في بيتنا. على الشواية الجميلة بتاعتنا دي هنطلع أحلى شيش طاووق، أحلى من الحاتي، وما نكلفش نفسنا ونعمل أكلاتنا الجميلة في بيتنا بكل سهولة. ومع بعض هعرفكم الطريقة واحدة واحدة. تعالوا كده. أول حاجة هنجيب الفراخ بتاعتنا، هنقطعها قطع صغيرة زي ما انتوا شايفين. جميع أجزاء الفراخ تتعمل معانا مفيش أي مشاكل، زي ما انتوا شايفين قطع بالحجم ده. هنجيب ايه بقى التوابل بتاعتنا، عبارة عن ايه؟ ملح، توم باودر، وبصل باودر، بابريكا، وكاري، وكزبرة، وكمون، والسبع بهارات. والتوابل اللي تحب تحطيها حطيها. الشيش طاووق بيحب التوابل زي ما انت حابة. هنا ضربت البصل مع الثوم مع طماطمايه في الخلاط زي ما انتوا شايفين، وضفتهم برضو مع التتبيلة بتاعتي. هقلب ده كله مع ليمونة كبيرة. تمام. هاخدهم مع بعض على الثلاجة بعد طبعا ما اقلبهم كويس في بعض. ادخلهم في الفريزر، احفظهم لغاية ما اجي اشتغل. ولو بقى قبلها بيوم كده عملنا التتبيلة وبيتنا في التلاجة، يكون أحسن بكتير جدا جدا. التتبيلة تشد منها. وأنا عملتها سبتها حوالي ساعتين، وبعد كده اشتغلت فيها. لازم بقى أقلبها ببعضها، أدخل كل التتبيلة فيها كده زي ما انتوا شايفين. تمام. تتبيلة جميلة والريحة طالعة روعة. هاخدها بقى معايا على التلاجة، والتتبيلة دي بتساعدها في السوى، بتستوي معانا بكل سهولة. ايه بقى اللي هنضيفه تاني مع التتبيلة دي؟ انا جبت هنا الطماطم، قطعت الطماطمية مش 4/4، لا قطعت الطماطمية 8 قطع. الفلفل نفس الشكل، البصلة نفس الوضع، كل قطعة منهم 8 قطع. تمام. هضيفها مع التتبيلة بتاعتي، هقلبهم معاها عشان ياخدوا من التتبيلة وتكون الطعم واصل كل الخضار بتاعي. انت ممكن تشتغلي على طول بيهم تدخليهم من غير ما تتبلي، لا انا بحب ادخلهم في التتبيله وادي الطعم لكل الخضار اللي معايا. تمام. هنا عيدان الشيش طاووق بتاعتي، طبعا لازم الاول بغسلها بنقعها في الميه علشان لما تتعرض للنار ما تتكسرش معايا. ابتديت اشتغل واعمل الشيش طاووق بالطريقه اللي حضراتكم شايفينها كده. طبعا زي شكلي زي ما انت عايزة. طبعا بنحط بصل، قطعة لحمة، نحط الخضار، الفلفل، نحط طماطماية. شكلي بالشكل اللي انت حباه، بتطلع زي ما انت شايفة كده. وانا ما بحبش الخضار يبقى كتير. عايزين يعني حاجة وحاجة كده. الفراخ تكون أغلب، مش يبقوا قطعتين فراخ والباقي خضار، لأ. شكلي. تمام. عملنا هنا الكمية اللي معانا شايفين. تعالوا بقى هنشوف هنعملها ازاي. جبت أنا معايا الشواية، حطيتها على الصينية ديت، الشبكة اللي بستخدمها في الشوي، حطيتها على الصينية وبدأت أرص. بحاول أدخل الطرف بتاع الشيش طاووق في قلب الشبكة علشان اثبتها. زي ما انتوا شايفين الطرف كده بندخله في الشبكة عشان نثبتها. برص الكمية بتاعتي زي ما انتوا شايفين. بسم الله ما شاء الله. صلوا على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام. عليك افضل الصلاة والسلام يا حبيبي يا رسول الله. يلا بينا بقى على الفحم. شايفين الجمال، شايفين الحلاوة ما شاء الله. طبعا انا بقرب لكم الكاميرا، تعالوا عشان اوريكم حاجة. لازم يكون في فراغ للتهوية، ما اكتمهاش، ما لزقش عيدان الشيش طاووق كده ببعض اكتمها كده، ما الدخان يتكتم معايا النار تطفى، ما ينفعش. لازم يكون في فراغ للتهوية. شايفين؟ والنار ما تكونش حامية، او الفحم ما يكونش حامي. ما افضلش هو على طول واحمي الفحم عشان تستوي على نار هادية ما تتحرقش بسرعة وتطلع لي النتيجة اللي انا عايزاها. وطبعا بيستوي مادام احنا سايبينه في التتبيلة فترة، بيستوي بيكون 100 100 ما شاء الله. شايفين؟
بسم الله ما شاء الله. بعد ما استوى شايفين الناحيتين السوا 100 من ناحيتين، مش بسيبه يستوي من جنب واحد وبعدين خلاص اقلب عن الجنب التاني، لا، اقلب 5 دقايق واقلب على الجنب التاني واستمر بالطريقة دي. لا، ليه بقى؟ عشان السوا يبقى متوازي وياخد كل التسوية اللازمة مني. بسم الله ما شاء الله استوى وجميل جدا. شايفين بسم الله ما شاء الله. عايزة بقى تاكليها مع رز بسمتي، مع رز مصري، مع عيش بلدي، مع عيش فينو، مع مكرونة. جربوا الطريقة دي هتعجبكم جدا يا حبايبي. يلا اشتركوا معايا في القناة وما تنسونيش بلايك جميل من حضراتكم، وموفقين دايما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وألف هنا على قلبكم.